في القرن الثامن الميلادي كان العالم بيتشكل من جديد. الإمبراطورية الإسلامية كانت بتعيش عصرها الذهبي وبتوسع أراضيها بسرعة رهيبة من الشرق إلى الغرب، وكانت الجيوش الإسلامية بتحقق انتصارات متتالية لحد ما وصلوا شبه الجزيرة الإيبيرية وسيطروا عليها بالكامل. وبعدها بدأت عيونهم تتجه ناحية أوروبا، تحديدا جنوب فرنسا. في الوقت ده كان الفرنجة تحت قيادة تشارلز مارتل، قائد عسكري محنك وصاحب رؤية واضحة. تشارلز كان عارف كويس ان المسلمين بقيادة القائد الشجاع عبد الرحمن الغفقي مش بيقفوا عند حد. الجيوش الإسلامية كانت جاية ومفيش أي قوة قدرت توقفها لحد دلوقتي. الفرنجة كانوا قدامهم تحدي وجودي، يا إما يصمدوا يا إما يمحى وجودهم بالكامل من التاريخ. عبد الرحمن الغفقي والي الأندلس وقتها كان شايف قدامه فرصة ذهبية لتوسيع الفتوحات الإسلامية في أوروبا. جيشه كان قوي ومجهز بأسلحة حديثة، ومعظم قواته من الفرسان اللي كانوا بيمثلوا قوة ضاربة في المعارك. الغفقي بدأ يتحرك في اتجاه الشمال، بيعدي المدن والقرى في طريقه، والسيطرة كانت سهلة جدا لحد ما وصل لحدود جنوب فرنسا. لكن تشارلز مارتل كان مستعد. الراجل ده مش بس كان قائد عسكري، لكنه كان سياسي ذكي. بدأ يجمع قواته وجهز جيش قوي، وكان عارف ان المعركة دي مش زي اي معركة، دي معركة حياة او موت. اللقاء الكبير حصل في منطقة ما بين بواتيه وتور في جنوب فرنسا. الأرض دي كانت مثالية جدا للفرنجة، لأنها كانت مرتفعة وصعب على الخيالة إن هم يناوروا فيها بسهولة. تشارلز اختار المكان بعناية وكان عنده خطة واضحة: الدفاع المستميت. المسلمين بدأوا الهجوم بكل قوتهم. الفرسان العرب كانوا بيمثلوا قوة مهولة، بيهجموا على خطوط العدو زي العاصفة. لكن الفرنجة كانوا ثابتين. الحصار كان مستمر والقتال كان عنيف جدا، والأيام كانت بتعدي وكل يوم بيعدي كان بيزيد الخسائر على الطرفين. في قلب المعركة حصلت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. عبد الرحمن الغفقي قائد المسلمين استشهد في ساحة القتال. الموقف ده كان كارثي لجيش المسلمين. الغفقي ما كانش مجرد قائد، ده كان العقل المدبر والقلب اللي بينبض بالروح القتالية في جيشه. استشهاده خلى الجنود يفقدوا توازنهم والخطط كلها اتلخبطت. جيش المسلمين بدأ يتراجع بشكل تدريجي، مش لأنهم مهزومين عسكريا، لكن لأنهم فقدوا قائدهم وفقدوا الروح اللي كانت بتحركهم. وتشارلز استغل اللحظة دي وبدأ يهاجم بكل قوته لحد ما انسحب المسلمين تماما. اسم المعركة ارتبط بيها بسبب العدد الكبير من الشهداء اللي وقعوا فيها. الأرض دي كانت شبه مقبرة جماعية، والدم كان مغطي المكان كله. المسلمين سموها بلاط الشهداء تخليدا لذكرى الجنود اللي استشهدوا فيها. معركة بلاط الشهداء ما كانتش مجرد مواجهة عسكرية، كانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ أوروبا. تشارلز استغل الانتصار ده عشان يثبت مكانته كقائد كبير ويمهد الطريق لقيام الإمبراطورية الكارلونجية اللي ابنه شارلمان هيأسسها بعد كده. أما بالنسبة للمسلمين، المعركة دي كانت بداية تراجع الفتوحات الإسلامية في أوروبا الغربية. صحيح إن الأندلس فضلت تحت سيطرة المسلمين لقرون، لكن فكرة التوسع شمالا خلاص انتهت. تفتكروا لو عبد الرحمن الغفقي عاش بعد المعركة كان ممكن التاريخ ياخد مسار مختلف؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.